حارق المصحف. سلوان موميكا، الذي حرق المصحف في السويد، عراقي مسيحي، وهو قائد كتائب صقور السريان المسيحية المنتمية إلى الحشد الشعبي. وقال سلوان موميكا وهو عراقي 37 عاما لصحيفة إكسبرسن السويدية: في غضون 10 أيام سأحرق علم العراق ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم. هو الآن حاصل على جنسية سويدية قبل عام من الآن، ورئيس حزب الاتحاد السرياني الديمقراطي بالعراق، والحزب لديه فروع في لبنان وسوريا كذلك. وتغطي قناة عشتار التلفزيونية نشاطات الحزب وفعاليات سلوان تحديدا، وكما أن للحزب فرعا في السويد، ويعمل سلوان بلقاءات هناك منذ سنوات.